اهلا بحضراتكم مره ثانيه في اولى فقراتنا النهارده. الحقيقه ان الفقره دي اكيد هتهم حضراتكم جدا، وكل مره قبل رمضان بيبقى عندنا نفس الاسئله ونفس التوجهات ونفس الحاجات اللي محيرانا، وبنقعد برضو يعني ايه نتكلم فيها مع ضيوفنا، لكن لازم ده دورنا ان احنا نقعد نوعد ناس ونتكلم اكتر واكتر عن صحتنا، لانه الحقيقه ده نوع من الوعي المهم جدا في الفتره الاخيره. طيب رمضان بيدخل علينا، بنبقى محتارين ايه هي الاكل او التغذيه السليمه والصحيحه عشان ما نخرجش بعد رمضان عندنا مشاكل صحيه او عندنا تعب في المعده او زايدين في الوزن، او حتى في ناس اوقات وزنهم بيقل جدا في رمضان. فعشان كده معايا ضيفي الكريم مشرفنا النهارده كابتن محمود مهدي، هو مدرب اللياقه البدنيه ودبلومات مختلفه بالتغذيه الرياضيه والعلاجيه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب كده رمضان يعني يعود علينا كده دايما ويجي لنا بالخير، ورمضان كريم على حضرتك باذن الله على كل الدوله باذن الله يا رب. اول حاجه قبل ما نبدا في اسئلتنا كالمعتاد، ايه معنى التغذيه السليمه من وجهه نظر حضراتكم كمتخصصين؟ طيب احنا هنقولها للساده المشاهدين بشكل بسيط. التغذيه السليمه ان يدخل جسمنا كل العناصر الغذائيه من خلال الوجبات اليوميه بتاعتنا دون افراط عنصر عن عنصر. طيب ايه هي العناصر بتاعتنا؟ احنا عندنا بروتين، عندنا دهون صحيه، عندنا فيتامينز واملاح معدنيه، وعندنا كربوهيدرات. اي عنصر من دول هيحصل افراط وتقصير في عنصر تاني يحصل لنا سوء تغذيه. اي عنصر من دول ينقص اصلا بيحصل سوء تغذيه. نبدا ندخل مشاكل الانيميا، مشاكل فقر الدم والحاجات دي كلها. طيب كابتن، هل سوء التغذيه المفهوم بالنسبه لنا لما حد يجي يقول انت عندك سوء تغذيه ده معناه انه ناقص جدا في الوزن؟ هل الزايد في الوزن كمان ممكن يندرج تحت سوء التغذيه؟ ناس كتير من اللي عندهم فقر دم اصلا وزنهم زايد. احنا بنشوفه نقول يا ده انت ازاي عندك سوء تغذيه؟ هو مش علشان مش بياكل، هو بياكل حاجات مش صحيحه. مفيش اختيارات ذكيه للوجبات اللي هو بياكلها. يعني معنى كده انه انا ما اتخدعش مثلا في حد ممكن يكون وزن تقيل شويه انه ده يعني وزنه صحي، او يعني انه بياكل كويس وهكذا كده. والعكس صحيح، لو حد جسمه فتنس او حد رفيع مش شرط يكون عنده سوء تغذيه، بالعكس ممكن يكون معتمد على العناصر الغذائيه كامله داخله جوه جسمه. طيب مفهوم الحرمان بالنسبه لنا هو برضو مرتبط بمفهوم الدايت او مفهوم الثقافه الغذائيه صحيح. الجديده، الترند الجديد اللي انا لا ما باكلش كذا، لا انا خلاص هوقف اكل الساعه 8 بالليل، ما باكلش تاني، انا لازم اتحرم من السويتس، من الدقيق، لازم ما اكلش عيش. في حاجات كتير قوي عندنا يا كابتن. ده المفهوم القديم، لكن للاسف ما زال عندنا اكبر غلطه ان احنا اول ما بنسمع كلمه دايت او غذاء صحي بنقلق ومش عايزين نقبل على البرنامج الغذائي خوفا ان انا ما عنديش قدره ان انا اكون محروم. بالعكس والله، ده هو المحروم اللي بياكل اكل غير صحي. حارم جسمه من التغذيه الصحيه، حارم جسمه من اللحوم الحقيقيه وبياكل لحوم مصنعه، حارم جسمه من الاجبان الصحيه وبياكل اجبان مصنعه. فهو غير كده خالص، بالعكس هي زي ما قلت لحضرتك ترتيب، توازن وجبات، اختيار ذكي للوجبه بتاعتي، بدخل جسمي كل العناصر الغذائيه. اذا مين المحروم فيهم؟ المحروم اللي هو بياكل اكل غير صحي. الجسم محروم بقى، يعني الجسم نفسه محروم من المواد الغذائيه السليمه يعني. بالظبط، محروم المواد الغذائيه السليمه. للاسف هو قاعد يشبع رغباته وبيشبع السعرات الحراريه تبقى عاليه عنده بوجبات اللي بنسميها جانك فود، سعرات حراريه عاليه قوي، قيمه غذائيه مفيش. طيب هل بالضروره انا عشان يبقى جسمي سليم او موضوع الكريفنج او الشهيه المفتوحه او الشهوه على السكر والحاجات دي، اوقات حد مثلا يصحى من النوم يقول انا نفسي في حاجه مسكره جدا، وحد تاني العكس يقول انا عايز اكل حاجات حادقه جدا مثلا، او حاجات فيها فات كتير، اوقات بيجي لنا حاجات كده. هل انا قريت مره انه الرياضه تظبط ده، او عدم الحركه يكون هو السبب في ده؟ الكلام ده صح؟ الكلام ده صحيح، الرياضه تظبط لك الحاجات دي، كمان البدائل الصحيه تظبط لك الحاجات دي. يعني انت جسمك مش تاكل السكر لانك كنت واكل سكر بسيط مش معقد فحرقته بسرعه فاشتقت لغيره. لو كلنا السكر الفركتوز والجلوكوز اللي موجود في الفاكهه ده معقد، هيقعد يمتص ببطء، يقعد معاك مده طويله، ما يحصلكش فجاه اشتياق. في ناس بتاكل شوكولاته قبل الجيم تديله طاقه عاليه طبعا، طيب بس في ساعه واحده بيهبط تاني، كل الطاقه دي بتضيع بسرعه. يعني غلط اللي احنا بنعمله ده مش صحيح ان انا اكل شوكولاته قبل الجيم مثلا، لكن لو كلت موزه مثلا السكر اللي فيها بطيء وفي الياف بتخلي الامتصاص بطيء، فنقدر نقعد مده طويله جدا ما عندناش اشتياق للسكر. نروح لرمضان بقى. السؤال المعتاد،
اللي كلنا بنتلخبط فيه، الحقيقه انه في جدل كبير قوي على الموضوع ده. نعمل رياضه واحنا صايمين قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ تمام، هو فعلا في جدل وفي اختلاف، حتى في اختلاف في مدارس اصلا مختلفه في بالظبط. ولكن هقول لك الموضوع بشكل علمي. في ميعاد ما حدش مختلف عليه، اللي هو بعد الفطار بساعتين 3. ده كده شبه بعد الغداء، اللي هو عادي جدا، انت كده واكل عادي يعني. والطاقه في جسمك والدم فيه الغذاء المهضوم وكل حاجه. طيب في ميعاد بقى هنحكي قصه صغيره هنجيب منها الميعاد التاني بقى. احنا الجسم يعرف ان احنا صايمين اصلا، يعرف ان احنا في رمضان، هو ما يعرفش. لكن بيعرف من الحاجات اللي احنا بنعملها. احنا بنصحى من النوم الصبح، هو منتظرك تشرب القهوه بتاعتك او تفطر، بيلاقيك ساعتين 3 بدات تمارس روتين حياتك ويومك وما شربتش حاجه، عادي مفيش مشكله. يمكن مأخر شويه، يبدا يحرق في اول حاجه عنده في الجلوكوز. ساعتين 3 كمان وهو منتظرك تدخل وجبه، مفيش اي حاجه دخلت. يبدا بقى يحس ان في حاجه غريبه، يبدا يدخل على المصدر الثاني للطاقه، الجلايكوجين، الطاقه المختزنه جوه الكبد، يحرق فيها. اخر مصدر بقى هو الاكبر، كده ما اكلتش كده الجسم عارف ان في صيام. اخر مصدر عندنا اللي هو الدهون، بيبقى تقريبا فاضل ساعه او ساعه ونص على الاذان المغرب عشان تفطر. طيب. هو ده الميعاد المناسب، ده الميعاد المناسب ان انا اتدرب قبل الفطار بساعه وساعه ونص. اولا هستفاد لو انا عايز اعمل خساره وزن، هحرق دهون. ثانيا هعمل عمليه استعاضه بعد التمرين، هقدر اكل واشرب واعوض الاملاح المعدنيه والطاقه اللي فقدتها. حلو. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مناسب مع كل الناس؟ مش مع كل الناس بقى، بس هو اللي يقدر يقول قدرته. في ناس بتيجي على الساعه 4 خلاص هو مش قادر يتحرك من مكانه. تمام، خصوصا لو حد من المدخنين، لو حد مرتبط بالكافيين، بيشرب قهوه كتير او شاي كتير، بيجي على الساعه 4 مش قادر، لا خلاص خليك في الميعاد الثاني اللي هو بعد الفطار. لكن في حد عنده القدره، في حد عنده اصرار انه عايز يحرق دهون، هو ده الميعاد اللي الجسم هيستهدف فيه الدهون. انا قصدي انه هل في ناس ممكن جسديا تتعب وتتاثر سلبي لو اتدربت قبل الفطار؟ لا مش هيتاثر سلبي، هو لو قدر يتدرب مش هيتاثر سلبي. لكن لو حس باي هبوط اثناء التمرين خلاص يوقف التمرين. وبرده العلم عشان نوضح للناس، ما بيبقاش تمرين بشده حمل عاليه قوي. ما انا اقصد كده، لانه في ناس شفناهم تعبوا في الجيم كتير في رمضان قبل تمرين متوسط الشده، متوسط، ولا هو عالي قوي ولا قليل قوي. وطبعا اللي متعود على الوقت ده، في ناس بتنتظر رمضان عشان يتدرب في الميعاد ده. احنا لو رحت الجيم بتلاقي الجيم زحمه في الميعاد ده، جدا. فرصه، وبيعتبرها فرصه عايز يغتنمها ان انا احرق دهون في الميعاد ده. طيب في ناس بتقول طب ما انا هلعب قبل الفطار وهاكل كتير بقى قبل الفطار للسحور. هل الموضوع ده يعني انه يلعب الصبح او فتره النهار الصايم ويرجع ياكل السيركل دي، ما هو هتظبطه؟ بمعنى ايه؟ بالزبط. انا شفت ناس تقول ايه، انا هاكل كل اللي انا نفسي فيه من الفطار للسحور، وسكر كتير وحلويات بقى زي ما حضرتك عارف. مظبوط. وهاجي بقى وانا صايم هروح الجيم هحرق. ده صح؟ المعادله دي لا سليمه؟ مش صح. وهو احنا عندنا بنستغرب ونقول احنا ازاي طالعين من رمضان، مش عارف، انا مستغرب بطلع من رمضان زايد ازاي، ده احنا مش بناكل، احنا صايمين. انت ممكن في وجبه واحده، الموضوع كله حساب سعرات حراريه. ممكن في وجبه واحده تدخل سعرات كانت ممكن تدخل في 3 وجبات، يبقى انت ما عملتش اي حاجه. زي ما قلنا نعمل تنظيم وترتيب، اختيار ذكي للوجبه. انا قصدي ان اوقات يقول ايه، انا هاكل براحتي عشان انا هلعب جيم الصبح. لا ما ينفعش اكل براحتي، لا. هاكل براحتي، هدخل السعرات اللي اتحرقت في الجيم وسعرات اكتر منها كمان. فكره انه انا اعود ولادي، لانه بقى في سنه اطفال منتشره قوي يا دكتور الفتره اللي فاتت، على الرغم انه الامهات دلوقتي بقى عندهم وعي بفكره الرياضه كتير يعني، بس الملاحظ برضو ان في سنه في الاطفال التيكاوي والجانك فود والوجبات السريعه هي اللي وصلتنا للحاجات دي. قله نزول الاطفال النوادي في سن صغير، وكلهم قاعدين على الموبايل وقاعدين على السوشيال ميديا، هو ده الترفيه بتاعه، مش بينزل يتحرك. برضه عايزين وعي الاسره ان هو مش بينزل يتمشى مع ابنه على الكورنيش مثلا. النهارده تعالى نتمشى، مش رايحين حته، رايحين نتمشى ونرجع تاني نمارس رياضه، ابسط نوع من انواع الرياضه المشي. حضرتك قلت الجانك فود والمشروبات بقى الغازيه والحلويات والحاجات دي، بس انا اسيطر ازاي على طفل عنده كريفنج على الموضوع ده، على طفل شايف الناس كلها حواليه؟ الموضوع كله اديله بدايل تعوضه، تشبعه ازاي، وازاي احببه في الخضروات مثلا؟ الخضروات، اولا نتكلم عن الخضروات دي احنا كان في جمله بيقولوها زمان واحنا بندرس علوم صحه، يقول لك الخضروات استثمار في جسم ابنك. لو عايز تستثمر في جسم ابنك ياكل خضروات. الخضروات دي بتحسن عمليه الهضم، تمنع الامساك، بتحسن الذاكره والتركيز والانتباه عشان اولادنا كمان في الدراسه طبعا، بتحسن المناعه، بتزود نمو العظام والنمو بصفه عامه. يعني الخضروات مهمه جدا. للاسف برضو معظم اولادنا بيعزفوا عنها خالص. صحيح. وممكن يجري ورا المقليات اغلب الوقت، والحاجات المحمره والكلام ده اللي فيها زيوت مهدرجه وكده. احنا نعوده على البدائل.
يعني بدل ما نجيب مثلا المقرمشات الصناعيه اللي بتتباع بره، لا ممكن نعمل فشار في البيت. ممكن نعمل اي مقرمشات مخبوزات تتعمل في البيت افضل، وبرده بيبقى بالاطعمه الجميله اللي هو بيحبها، حاجات زي كده. نعوده ان بدل ما ناكل حلويات مده طويله جدا وهتعمل لنا مشاكل، لا ممكن نعمل فاكهه في البيت، ممكن ناكل موزه بعد الاكل، ممكن ناكل تفاحه، مفيش مشكله. اللانش بوكس وانت رايح المدرسه تاخد فيه تفاحه بدل ما ناخد فيه شوكولاته. ما هي الفكره بقى انه هي ثقافه ثقافه ولازم هي تعود. تعود يعني احنا شفنا النماذج دي اللي هي قليله صحيه، وشفنا نماذج من الناس الثانيه. بس عشان المنافسه بتبقى قويه يا دكتور، عشان بيشوف صحابه وزمايله، يشوف صحابه وزمايله بره، فانت مش هتقدر تقاوم مهما تقاوم مع الطفل، مش هتعرف تعمل ده. لكن انا عايزه ارجع مره ثانيه لفكره، هل انه الطفل الصح اصلا ينزل الجيم ولا لعبه رياضه؟ لان برضه في مدارس كتير اختلفت على الموضوع ده. الطفل لو نازل للجيم علشان يخسر وزن مفيش مشكله، لكن لو طفل في عمر طفل صغير نازل يشيل اوزان، لا هو مش محتاجها دلوقتي. اللي هو حضرتك تقصد بيه اللي هو سن كام؟ اللي هو 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ده غلط، ده ما ينزلش يشيل اوزان. ده يلعب رياضه، جري، مشي، العاب قوه، كره قدم. يعني لعبه رياضيه. طب لو في السن ده جوه الجيم بس نازل يخسر وزن مفيش مشكله. طيب لو نازل الجيم بس هيلعب جواه فتنس ولياقه بدنيه برضه مفيش مشكله، بعيدا عن الاوزان الثقيله اللي هو مش محتاجها دلوقتي. هل الصح برضه ان انا لو في اطفال ساعات بتبقى عايزه تصوم وهكذا، يعني مع الام او مع الاب، بس ممكن لحد العصر لحد وقت مش لازم لحد المغرب يعني، انا اعوضه بايه قبلها في السحور يعني، عشان ده طفل برضه صغير؟ السحور علشان ما يعطش للصغيرين وللكبار كمان. احنا نبعد عن المقليات والمخللات خالص، بتعمل لنا حموضه، بتعمل لنا عطش. رمضان بالنسبه لنا ده عايز بتقول حاجات هلاميه من المخلل ده في مخلل رمضان ده غريب. الغريب ان انا بلاقي المخللات منتشره جدا حتى في الشوارع، الناس بتبيعها. عايز اقول لك احنا بقى لنا سنين ما دقناش المخلل، يمكن حتى رمضان او غير رمضان، علشان ارتفاع الضغط وعشان الاملاح وعشان الحاجات دي كلها. كل دي ترسبات. ليه ما اكلش سلطه؟ طبق الالوان بتاعنا الجميل، الاحمر، الاخضر، الاصفر، الابيض اللي الناس بتنساه، الطماطم، الخس، بروكلي، فلفل، ليمون، الابيض اللي هو البصل والثوم اللي الكبار والصغار ساعات بينسوه كمان، يعني مش صغيرين بس. صحيح. يعني طيب لو رجعنا للسحور بقى، لان السحور ده برضه على فكره احنا بنهدر حقه جدا، لانه وجبه مهمه جدا 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 في رمضان، لكن ما بنهتمش بصحته. وجبه السحور زي ما قلنا نبعد عن المقليات والمخللات، نزود المرطبات، زبادي، حليب، رايب. طبق الفول ده الطبق الرئيسي بتاعنا، ده حابب يا ريت يكون بملح خفيف او بدون ملح، نحط عليه كمون وليمون كفايه. الجبن يفضل تكون جبنه قريش او جبنه بلدي. لو هنجيب من السوبر ماركت يبقى جبنه ملح خفيف خالص، ما ينفعش بقى جبنه قديمه ومش والحاجات دي. كل الحاجات دي هتعطشنا تاني يوم. طيب الحاجات اللي هي زي العسل الاسود والمربى والعسل النحل والحاجات اللي هي ايه، بضحك على نفسي وباخد يعني حاجات مسكره كده، ده صح في السحور؟ العسل الاسود كويس، العسل الابيض كويس. لكن المربى ده فيه حديد. مربى لا، مربى يبقى صناعيه، يبقى فيها سكر من بره. طيب. لكن العسل الابيض طبيعي، والعسل الاسود معمول من البنجره وقصب السكر، ولكن فيه نسبه حديد عاليه جدا. طيب عايزه ارجع تاني بقى لوجبه الفطار. لو حد خلاص انا نزلت الجيم وعندي قدره ان انا انزل الجيم قبل الفطار، ارجع بقى على الفطار اعمل ايه علشان ما بوظش بقى اللي انا بعمله ده كله؟ تمام. احنا مشكلتنا في الاحتفالات بصفه عامه، مش رمضان بس، بنحتفل بالحلويات. الحلويات دي بالنسبه لنا احتفال، خصوصا رمضان. صح. طيب وده غصب عنك، انت صايم طول اليوم وعايز في اشتياق للسكر. زي ما قلنا نكسر اشتياق السكر. عندنا ممكن ناكل 3 تمرات ومعاها كوبايه ميه او كوب حليب، ده او ده حسب ما تفضل. طيب بيعملوا ايه ال3 تمرات دول؟ هيعمل لك كسر اشتياق السكر. ماشي. فيها جلوكوز وفيها فركتوز طبيعي، بيمتص ببطء. ليه؟ علشان في الياف جوه التمر. فكرة التمر ده يعني سحري، احنا عندنا فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفور، ويعني في حاجات كتير جدا. في انواع كتير تمر، وفي كالسيوم. يعني الناس حافظه بس المغنيسيوم، لا ده في حاجات كتير جدا في التمر. طيب المغنيسيوم والبوتاسيوم دول نقصهم في الجسم بيعمل اشتياق سكر. يبقى انا كمان لما هاكل التمر ويزودني بالفركتوز والجلوكوز ويزودني كمان مغنيسيوم وبوتاسيوم، بنعمل كسر الاشتياق السكر. بعدها ابدا بطبق السلطه. تمام. بعد كده نبدا بالبروتين، واخر حاجه الكربوهيدرات. هتلاقي نفسك كلت منها قليل، اللي هي الرز والمكرونه وكده. لما نوصل بقى للحلويات ممكن تاخد قطعه وممكن ما تاخدش خالص. قطعه؟ ليه بقى؟ انت بنفسك هتاخد قطعه ومش هتاخد، يعني لان حصل لك كسر الاشتياق السكر، عشان هو شبع شويه يعني. ما بقيش عندك هجوم، مش بس شبع، ده علشان كسر السكر اللي عملناه في الاول بتاع التمر.
ده هيخلي ان جسمك خلاص مشبع بالسكريات. 3 تمرات ده مش قليل. طيب في ناس بتتحايل على الموضوع ازاي، او جسديا هو جسمه بيتحايل على الموضوع انه احنا عندنا يميش رمضان والفاكهه المجففه، القراصية، المشمشيه، الزبيب، الحاجات دي، هل اكلها على الفطار؟ لان في ناس بتفطر بيهم في العصير، وفي ناس بتاكلهم بس بيبقوا موجودين على مظبوط. ما افطرش بيه على طول عشان ده سكريات عاليه قوي. ما افطرش بيه على طول، لكن ممكن اخد منه معلقه معلقتين، لكن ما افطرش بيه برضه عشان ما افاجئش البنكرياس بحاجات محليه لسه نازله هو يتخض. هفاجئه ان انا اول وجبه ليا كده يحصل ايه في الجسم يا كابتن لو بتحصل صدمه للبنكرياس. هو مش منتظرك تاكل سكر دلوقتي، هو منتظر توزن له حاجه معقده زي ما قلنا التمر كده. يحصل لي ايه طول اليوم بعد كده؟ اشتياق سكر على طول. على فكره لو كلت شوكولاته انت بتقعد طول اليوم عندك اشتياق للسكر. صح. يعني هي مش بتعوضك. قطعه الكنافه بتخليك تاخد الثانيه والثالثه والرابعه كده. هي مش بتعوضك ولا حاجه. عشان كل ده صناعي. فانت بتفضل انه لو انا عايز اكل الفاكهه المجففه دي بعد الفطار بشويه مثلا؟ بعد الفطار بشويه وده هيبقى اختيار افضل من الكنافه والقطايف. حلو. انا نزلت مثلا الجيم بعد الفطار بساعتين بقى، راجع جعان، اكل ايه بقى؟ الوجبه اللي في النص اللي قبل السحور وبعد الفطار. احنا في رمضان بنسميها سناكس مش بنسميها وجبه. يعني ممكن ناكل خيار. بس في ناس بتكمل باقي الفطار بعد الجيم تاني، بعد الفطار رقم 2. كده هنزود بقى سعرات كتير. الا وعلى فكره هيخليه ما يعرفش يتسحر كويس. مش هيعرف يتسحر كويس. لان المعده برضو مريحه طول اليوم. مش يوم واحد، 30 يوم مريحه، فهي برضو مش بتبقى عايزه اكل مجهد كتير. حلو. لكن هو بعد الجيم ممكن ياكل فاكهه عادي، مش مشكله. ممكن ياكل سناكس، ممكن ياكل اي حاجه. طيب حلو. انا فاضل معايا دقيقتين، انا عايزه بس يعني طريقه تمرين، انواع التمارين اللي هو الصح يروح يعملها في رمضان عشان يبقى اسمه بلعب رياضه وفي نفس الوقت انا بروح اتمرن صح، ما اروحش اعمل مجهود على الفاضي. طيب بالنسبه للرياضيين، لو انت بتلعب اصلا لعبه قبل رمضان في الايام العاديه استمر فيها اثناء رمضان. رمضان مش شهر خمول ولا شهر راحه. لو شخص مش بيمارس الرياضه اصلا، لا اغتنم شهر رمضان بممارسه الرياضه، استفاد منه. لو حد عايز يعمل خساره وزن، عايز يعمل زياده بنيه عضليه، يغتنم شهر رمضان. شهر رمضان فرصه للرياضه، فرصه لزياده الوزن كبنيه عضليه، فرصه اللي عايز يخسر وزن، وفرصه للرياضيين اصلا ان هو يحسن مستواه في شهر رمضان، عشان الناس فاهمه العكس. طيب تمام. واخر نصيحه حضرتك تحب تختم بيها ايه؟ ان احنا نهتم باولادنا، نخلي عندنا وعي في التغذيه. زي ما قلنا ابنك ده الاستثمار بتاعك، يعني يا ريت تستثمر فيه بالخضروات زي ما قلنا، تستثمر فيه صحيا، بناء عليه هيطلع متفوق علميا ومتفوق رياضيا وفي كل حاجه. بشكرك جدا جدا ضيفي الكريم كابتن محمود بهتي، نورتنا، ويا رب كده الناس تاخد كلامك وتنفذه على ارض ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب بألف خير يا رب. مشاهدينا خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل اللي هنكمل حلقتنا، خليكم معانا.